في نوعين من الناس، ناس كل ما تفشل ثقتها في نفسها بتقل، وناس تانية كل ما تفشل بتقرب أكتر من نجاح. الغريب الفرق بينهم مش في الذكاء، الفرق في حاجة واحدة بس، طريقة التفكير. خلينا نكون صريحين، أكتر إحساس مدمر مش الفشل، أكتر إحساس مدمر هو إنك بتحاول ومفيش نتيجة. تذاكر مفيش فرق، تحاول تبدأ بتوقف كل مرة، بعد شوية دماغك بيقتنع إن يمكن المشكلة فيك أنت، بس الحقيقة اللي محدش بيقولها دماغك متبرمج إن يخليك تاخد الفشل بشكل شخصي، وده اسمه في علم النفس identity attachment. يعني إيه؟ يعني أول ما حاجة تفشل دماغك بيربط النتيجة بيك أنت مش بالطريقة. علشان تفهم أكتر تخيل معايا إن اتنين بيحلوا نفس المسألة، الأول غلط فقال لنفسه أنا غبي، التاني غلط برضه بس قال لنفسه الطريقة دي مش شغالة معايا. الاتنين عملوا نفس الغلط، بس واحد خسر ثقته بنفسه، التاني كسب معلومة. وده اللي بيكشف لنا طريقة تفكير الناس الناجحة. الناس الناجحة عندهم مبدأ غريب جدا بيقول أنا ثابت، الطريقة هي اللي بتتغير. يعني إيه؟ يعني أنا مش فاشل، أنا شخص ناجح جدا، بس أنا بجرب نظام ممكن يفشل وممكن ينجح. خد بالك في معلومة مهمة جدا اسمها System Thinking، تفكير الأنظمة. الناجحين مش بيركزوا على النتيجة، بيركزوا على النظام اللي بيجيب النتيجة، لأنهم فاهمين حاجة كويس قوي، أي نتيجة في حياتك هي نتيجة نظام. طب تعمل إيه بالكلام ده؟ ابدأ بالحاجة دي، بدل ما تسأل نفسك أنا ليه فشلت، اسأل نفسك إيه الخطوة اللي عملتها كانت غلط. خلينا اديلك مثال عملي هيغير طريقة تفكيرك تماما. لو بتذاكر ومفيش نتيجة ما تقولش لنفسك أنا مبعرفش أذاكر، اسأل هل براجع، هل بختبر نفسي، هل بفهم ولا بحفظ. كل سؤال من دول بيعدل النظام مش بيكسر ثقتك. الأسئلة دي هي البداية. لو عايز الإجابات العملية هسيب لكم ملف أول تعليم مسبق فيه تقنيات يابانية متخصصة علشان تحول المذاكرة من عبء لعملية ممتعة ومنظمة جدا، ده غير مفاجآت كتير اكتشفوها بنفسكم. وأهم نقطة تحطها حلقة في ودانك إن الناس الناجحة مش بتنجح أسرع، هي بتفشل وبتعرف ترجع تنجح بطريقة أذكى. والسؤال الحقيقي مش إنك فشلت كم مرة، السؤال الحقيقي أنت عدلت نظامك كم مرة. وفي وسط ده كله ما تنساش تستمتع بحياتك، الوحش قبل الحلو، وخلي عقلك مليان بالصح. في نوعين من الناس، ناس كل ما تفشل ثقتها في نفسها بتقل، وناس تانية كل ما تفشل بتقرب أكتر من نجاح. خلينا نكون صريحين، أكتر إحساس مدمر مش الفشل، أكتر إحساس مدمر هو إنك بتحاول ومفيش نتيجة. وقولولنا في الحلقة الجاية من البودكاست عايزين نتكلم عن إيه.